طيب دلوقتي انا اتشخصت كتف متجمد وكتفي مش قادر ارفعه، باجي ارفع كده اهو، عمال انط كده في العضله دي، مش قادر ان انا اعمل كده اهو، مش قادر احرك المفصل بتاع كتفي. مفصل يعني ايه؟ عظمه فاصله ما بين عظمه اللوح اللي ورا دي وعظمه الدراع من هنا. انا مش قادر افصل ما بينهم، المفصل مش شغال. كوره وجواها سوكت كده، يعني داخل في حته كده، فدول مش عارفين يتحركوا على بعض. طيب الحل ايه بقى دلوقتي؟ ان انا حصل إن الكبسوله اللي حوالين كتفي دي قفلت على العظمتين دول ومش قادر ارفع دول، فدايما لما باجي اتحرك بروح محرك ايه؟ باللوح، لكن دي مش عارفه تتفصل عن دي. خلاص. كتف المتجمد ده لو جالك، انا اسف، اول عندنا خبرين، واحد حلو واحد وحش. ماشي. الخبر الحلو انه ان شاء الله بيخف تماما. الخبر الوحش انه بيقعد 3 4 شهور الى 6 شهور على ما يخف. طيب انا مطلوب مني ايه لو عندي كتف متجمد؟ عندي الام رهيبه لدرجه ان هي مش بتنيمني. انا اسف، بعد ما اعمل الرنين المغناطيسي والاشعه لازم اروح اعمل حقن داخل المفصل ده، حقن البلازما او حقن الكورتيزون عشان المفصل ده يبدا يهدى. خلاص. طيب والله انا مش للدرجه دي، بس انا عندي الم في قلعه، في القلعه التيشيرت، او مثلا باجي البس مثلا القميص بروح لابسه ايه؟ بالايد البايظه الاول. ماشي. لكن ما اقدرش بقى ايه؟ ما اقدرش مثلا البس الايد السليمه واروح لافف الايد البايظه وجايب التيشيرت كده واروح لابس. مش قادر اعمل الحركه دي، مش قادر ارفع لفوق، مش قادر ايه؟ الف جوه ان انا اجيب المحفظه من ورا كده اهو، او الست مش قادره تسرح شعرها، او مش قادره تفك الايه؟ البرا من ظهرها ورا. طيب في الحالات دي كلها انا مطلوب مني ايه؟ طيب اول حاجه الصبر، وهتعمل التمارين اللي هقول لك عليها دي لمدة 3 شهور، هتفضل مواظب عليها وتصبر لحد ما الفيروس اللي في كتفك ده لوحده يروح. الفروزن شولدر او الكتف المتجمد بيبقى عنده مشكلة في ايه؟ في ان الكتف ما بيلفش لبره، الكتف ما بيلفش لجوه، والكتف ما بيترفعش لقدام، والكتف ما بيترفعش بالجنب. تمام؟ يبقى انا عندي 4 اتجاهات هم اللي مقفولين في الكتف المتجمد: ما بلفش لبره، ما بلفش لجوه، ما برفعش بالجنب، وما برفعش لقدام. هنشتغل على ال4 اتجاهات دي ان احنا نقوي العضلات ونبدا نفتح المفصل في الحركات دي. انا اسف، هتضطر تشتري استك من على امازون او نون او حاجه زي كده. استك زي ده كده اهو، بسيط زي ده، اسمه لوب باند. ماشي. او اكتب استك مطاطي على النت وهيطلع لك. ماشي. خلاص. جبت اللوب باند ده، دلوقتي انا عايز ازود اللفه لجوه واللفه لبره. هروح جاي عند أكرة زي كده اهو، واروح ايه؟ قافل الاستيك اهو. خلاص. وهروح مزود بقى اللفه لجوه اهو قدر الامكان. خلاص. لازم افضل اعمل ده. ماشي. 10 مرات، 3 مجموعات، وبعدين هلف بقى على نفس الكتف والف لبره. بس هشرحها لك وانا باصص كده اهو عشان تبقى انت فاهم. هشرحها على الكتف التاني، طبعا انت بتعمل الكلام ده على كتف واحد. خلاص اهو. والبره طبعا دي شبه مستحيلة، الحركة دي بالنسبة لك صعبة جدا، بس انت اللي تقدر عليه، ان شاء الله لو بعمل ملي كده اهو يعمله. ماشي. بس هو المفروض طبعا ان انا اوصل لحد بره كده اهو. ماشي. مش قادر اوصل لبره كده اهو، اعمل الحتة اللي تقدر عليها. ألم، ألم، بس تفضل تحاول معاها في الدخلة لجوه والدخلة لبره. طيب تمام. يبقى دول أول عضلتين مهمين في الدخله جوه والدخله بره. بعد كده لا، عايزين نعمل بقى تمدد وفتح للمدى الحركي بتاع الكتف. اول حاجه هستخدم الحيطه اللي قدامي دي كانها سلم، وبعدين ابدا اطلع كده اهو لفوق. ماشي. انا عايز افتح بايه؟ بقدام وبالجنب. اول حاجه هروح باصص للحيطه واطلع سلم 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 قدر الامكان. اخري هنا، اقف هنا واروح اعمل ازاي كده اهو. صعبة. ماشي. طبعا الهدف ان احنا نوصل لحد كده اهو. اخش كأن الحيطة دي عايزة تشم باطي، واروح داخل بباطي كده لجوه كده اهو. يا سلام. بس طبعا ده اللي انت مش هتقدر تعمله دلوقتي. لو اللي عنده كتف متجمد فهمني كويس. هطلع كده اهو لفوق 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 لفوق. ماشي. وصلت لهنا، انزل لتحت برجليا، اضغط لجوه كده. ماشي. 1
15 عدى واريح. اما اجي اريح بقى عايز انزل، بنزل زحلقه. اياك تنزل مره واحده هتتألم ألم، هتحس ان في طلقه دخلت في كتفك. ماشي، فانا دلوقتي عايز انزل بالراحه زحلقه، وبعد كده بالجنب. خلاص كده اهو، كده كده اهو، كده اهو، كده اهو، كده اهو، كده اهو. ماشي، الهدف طبعا ان انا اوصل لحد كده واشمم الحيطه باطي، بس انا مش قادر اعمل ده في الاول. فبعمل كده اهو، تك 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 تك، وصلت لهنا اروح مثلا نازل شويه، اعصر لتحت شويه، اميل كده شويه، بحاول افتح. ماشي، على قد قدر الامكان. ان شاء الله لو انت هنا، انا عايزك تكسب اقل الدرجات. اقل الدرجات هتبقى مكسب ليك. وما تفتريش. الفروزن شولدر او الكتف المتجمد، لو انت قرصت عليه جامد هيديك نتيجة عكسية ويقفش لك كتفك اكتر. خلاص، 4 اتجاهات، بره وجوه، بالاستك والفردة دي والفردة دي، عشان توسع عضلات صدرك. وسلام بقى لو قدرت تعمل لي اخر تمرين كمان، معلش التمرين الخامس انا اسف، ماشي كنت هنساه، ان انا احط دراعي لورا كده اهو واطلع كده. طبعا مفيش الكلام ده. ماشي، شايف المدى الحركي اللي عندي ده؟ انت ما عندكش الوضع الكلام ده لو انت عندك كتف متجمد. فانت بتحط قدام كده اهو، بتحط قدامك كوعك سابق جسمك، وبعدين بتحاول انت تسبق بجسمك وتسيب كوعك ورا قدر الامكان، حتت صغيره. ماشي، الهدف ان انا اوصل لكده اهو. ده الهدف، ده الهدف. بس انت مش هتقدر توصل له في الاول. فانت ايه، بت... واحده واحده، وتفضل تقيم نفسك كل يوم، وخد صور لنفسك وانت بتلف لبره وانت بتلف لجوه وانت بترفع لفوق وانت بترفع بالجنب. ماشي، كل يوم قيم نفسك اكتر واكتر. وان شاء الله في غضون 3 شهور او 4 شهور كمان اصبر. الكتف المتجمد غلس جدا، صدقني. حتى جلسات العلاج الطبيعي عندنا ما بتبقاش ناجحه الا عن طريق التمارين دي، وان العيان يمشي على التمارين دي في البيت، بجد بتحسنه جدا جدا جدا. وهذا والله اعلم. السلام عليكم.